لحتى صار عمره 17 سنة. عندما تريد شيئا بشدة غير فشله لنجاح. مصر بيسموه منبر الروايح الحلوة اللي عم تطلع. منظر هالملوخية ما أحلى، ما اتنين منهم قرروا إنه ينتحروا. حلوة بالعزايم، لا أحلى من هيك، يلمع بيرجع جديد. شوربة كتير كتير تحضير سهل، محشي كمان استوى. السلام عليكم، يا صباح الخيرات والليرات، الله يصبحكم بأنوار النبي ويا رب دايما تكونوا بأحسن حال. بحب رحب بكل اللي انضموا لعيلتنا الصغيرة جديد، وما تنسونا من محبتكم ودعمكم لأنه هذا كتير بيساعد قناتنا. ويا ريت دايما تكتبوا لي رأيكم بالكومنتات بالفيديو لأنه هذا كتير بيفرق معي. فلوج اليوم فلوج مطبخي مباشرة من وسط المطبخ. رح شارككن أفكار وشغلات كتير أنا حضرتن سجلتن على كذا يوم. رح أعمل المحشي المصري والملوخية المصرية وشغلات كتير يعني، فتابعوني، والممبار كمان. وصرت بتعرفوني كالعادة بحب بلش يومي بفطور صحي لأنه هذا بيعطيني طاقة إيجابية لليوم كلياته. لما بنسمع كلمة فشل منحس إنه هو شي سلبي كتير مع إنه هو شي إيجابي. الفشل يعني نحنا عم نحاول فعم نفشل. إذا انتو عم تعانوا من الفشل رجعوا هيك خطوتين لورا، عدوا على الكرسي وفكروا شوي بهالقصة اللي أنا رح قلكن إياها. من الأيام كان في شخص فاشل ومجنون. أبوه وأمه اعتقدوا بطفولته إنه هو مجنون جدا لأنه هو بيحب الخيال، يعني عاشق جدا للخيال. بس كان كتير بحب الكتابة، وأهله لأنه هن معتقدين إنه هو مجنون منعوه من الكتابة، فهو بالسر صار يكتب ويخبي عنهم لحتى صار عمره 17 سنة. أبوه أخده من إيده وراح حطه بمصحة عقلية، فهو حاول يهرب منه 3 مرات. قضى فترة شبابه وهو عايش حياة الهبيين، قعد يسافر ويتنقل مع مجموعة من نفس أفكاره، قعد يجوب ويسافر العالم بدون أي هدف. وبنفس الوقت هو جواته عنده إحساس قوي جدا إنه هو مانو حابب يكون مجرد شخص عادي في هاي الحياة، بس ما كان بيعرف كيف ممكن يكون شخص غير عادي. فأصبح شغله الشاغل إنه هو يعرف المعنى الحقيقي للحياة. انتهى فيه المطاف في إسبانيا. كان عنده عادة يومية إنه هو كل يوم يمشي لساعات طويلة ويفكر ويتأمل، وهالشي ساعده إنه هو يرجع لحلمه القديم اللي هو الكتابة. ولما صار عمره 40 سنة كتب كتابه الأول، وبعد سنة كتب روايته المشهورة جدا في خلال أسبوعين، بس هي للأسف لم تلقى أي نجاح. ما استسلم، قرر يدق الأبواب لحتى يخلي الناس تقرأ روايته. خلص هاي المرحلة من حياته وقالك إنه عندما تريد شيئا بشدة فإن العالم بأكمله سيساعدك في الوصول إليه. بعد كل هاي الصعوبات لقى ناشر ينشر له روايته، وبيقولك الناشر ذات نفسه هو ما كان متحمس لنشر الرواية، بس إنه كان حاسس إنه يعني بده يجرب، يعني مثل ما بيقولوا ضربة حظ. ولحد هذا اليوم تم بيع 35 مليون نسخة من هاي الرواية في جميع أنحاء العالم. فهذا الشي أهل كاتبنا لحمل الرقم القياسي العالمي بموسوعة جينيس، لأنه هو مؤلف أكتر كتاب تم ترجمته. ومو بس هيك، كمان روايته أثرت بحياة 150 مليون شخص حول العالم. حاليا كاتبنا لساته عنده حب السفر وإنه يسافر لأماكن جديدة، يتعرف على أشخاص جدد. كمان لساته كل سنتين بينزل كتاب جديد، تعرف على ناس جديدة كمان، وبنفس الوقت تصالح مع نفسه وتصالح مع أهله. فهو قدر على مدار حياته إنه هو يحول ضعفه إلى نقاط قوة، وقرر إنه هو يغير فشله لنجاح. كاتبنا الكبير اللي نحن عم نحكي عنه هو الكاتب البرازيلي باولو كويلو. وبيقلك
لقد اكتشفت أن معجزة الحياة تتمثل في تلك الأشياء التي لا تتوقع أبدًا أنها من الممكن أن تحدث لك. كانت قصة شخصيتنا اليوم، بتمنى إنه هي تكون ملهمة لناس كتير وتساعدكن كتير إنه انتو دايمًا يكون عندكن الحافز لحتى تغيروا فشلكن لنجاح. أنا بعد ما خلصت الفطور دخلت المطبخ وبلشت بتحضير لأكلة المحشي المصرية المميزة جدًا جدًا. فأول شي غسلت الخضرة اللي هي بيتميز فيها المحشي المصري، الكزبرة والشبت والبقدونس، غسلتها كتير منيح ونقعتها بمعلقة خل. رح بلش هلا بتنظيف الديك الرومي لأنه اليوم رح أعملكن المحشي المصري بمرقة الديك الرومي، بيجي طعمه كتير كتير طيب. فأنا عندي ديك رومي مقطع، أنا أخدت جزء منه، تقريبا الجزء اللي أنا أخدته كله كان من الفخاد. رح حط رشة كربونات، وهي السر اللي بيخلي الزفارة يعني إن كان بالدجاج أو بالكبدة تبقى ما لا موجودة نهائيا نهائيا، حتى لو الدجاج أو اللحوم باتت عنكم لتاني يوم حتلاقوا ما فيها ولا ريحة زفارة. رح نضف الوراك كتير منيح، وأي زوايد هي اللي بتبقى بين العظم بشيلها لأنه هي بتعمل زفارة. رح اغسله كتير منيح واتأكد انه ما في اي ريش او اي بقايا على الجلد، وبلش بقى ادعكه بالمي كتير منيح لحتى المي تصير عندي نظيفة ونقية. الحوض رح اشطفه شطفة خفيفة ورح خلي التنظيف العميق لآخر اليوم. نيجي بقى لتحضير البراين اللي رح انقع فيه الديك. أي بقايا قشر ليمون موجودة عندي بحب استغله، أو هيك بتعرفوا نص ليموناية مركونة بالبراد بباب البراد كل شي بجيبه. وقبل ما أضيفهم على الديك بعصرهم بإيدي، بعصرهم وبضغط عليهم لحتى الليمون اللي فيهم ينزل، وبنفس الوقت الزيوت العطرية اللي بتبقى بالقشرة كمان تتفاعل وتنزل فتعطيني ريحة هيك كتير كتير حلوة للدجاج. رح ضيف معلقتين كبار سكر وحط رشة ملح، دايما بخلي نسبة السكر أكتر من الملح. السكر بيعطي طراوة بيعطي حلاوة، أما الملح مادة بتخلي اللحم تبعه يتآكل، فما كتير تبالغوا بإضافة الملح، وخاصة إنه نحنا كمان ضايفين ليمون. هلأ بعد ما نقعت الديك نيجي بقى للفلفل. أنا رح أعمل كمان محشي فلفل عندي بالبيت الكل بيحبه، فغسلته كلياته. كل هاي التحضيرات بتريحني وبتساعدني جدا وبتخليني اشتغل بشكل منظم. هلأ بعد 10 دقايق الخضرة بعد ما نقعتها بالخل رح اشطفها من الخل تماما واتركها تتصفى على جنب. رح اغسل هلأ الرز تبع الحشوة. انا مستخدمة رز مصري قصير الحبة، انا كتير بحبه بالمحاشي وبيبقى طعمه كتير كتير طيب. ضل بغسله تحت المي لحتى يصير المي تبعه نظيفة ونقية جدا. بتركه هيك بالمي هيك دقيقتين بس لحتى اتأكد انه ما في اي نشا او بقايا رح تنزل منه، بعدين برمي هاي المي وبصفيه تماما. عندي ممبار منضف وجاهز للطبخ، بس انا طبعا لازم اغسله. هلأ بسوريا عنا بيسموه سجقات، وهون بمصر بيسموه ممبار. قولولي انتو من اي بلد عم تتابعونا وشو بتسموه عندكن؟ ضليت اشطفه وغير المي عنه. هلأ رح اعصر عليه ليمون وكمان رشة كربونات صغيرة وبلش ادعكه كتير منيح. بعد ما دعكته كتير منيح بالليمون والكربونات هلأ تحت المي الجارية ببلش اني اغسله، وبضغط عليه من جواته مشان اذا في اي بقايا تطلع برا. بعد ما غسلته وشطفته كتير منيح هلأ رح جيب ليمونة هيك كبيرة، بعد ما قطعتها شرائح رح بلش اضغط عليهم هيك ونزل العصير اللي فيهم وحطهم بين الممبار. رح غطيه، وانا هيك خلصت. رح اغسل الجلوفز اللي انا اشتغلت فيه بالصابون، وطبعا اخر اليوم لما بخلص من الشغل كله بحب انقعهم بمي وعليها خل. هي افضل طريقة لتعقيمهم.
باخد بريك واشرب فنجان القهوة تبع الصبح وبعدين برجع وبكمل. هلا بالطنجرة اللي رح اسلق فيها الديك ضفت معلقة كبيرة جدا من السمنة مليانة، وضفت عليها قطع جزر وقطع بصل مقطعين كبير. ضفت فصين مستكة وهيل ورشة كزبرة ناشفة. حطيت كمان رشة زنجبيل، ورح حط الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. نقلبهم هيك بالسمنة على نار عالية، وبعدين رح انزل عليهم بقطع الديك طبعا بعد ما انا صفيته، ولازم يكون مصفى من المي كتير منيح. رح ضيف طماطم تعطيني نكهة كتير طيبة للشوربة، ورق غار، وهلا رح حط معلقة سكر صغيرة ممسوحة. وطبعا المي عندي سخنة عم تغلي، بنزل فيها على الديك لحتى المسام تبعه تقفل. وشوفولي بقى على الروايح الحلوة اللي عم تطلع. بغطي الغطا هيك مو تغطاية كاملة لحتى ما يفاجئني ويفور على البوتاغاز، بعدين بنقله للعين التانية. نيجي بقى لتحضير الحشوة. لحشوة المحشي أنا عندي طماطم وبصل، رح حطلن كمون حب، بهارات اللحمة، وكمان رح حط بابريكا، رح حط كزبرة ناشفة، الملح طبعا حسب الرغبة، وحطيت كمان شوية قرفة بتعطيني نكهة كتير طيبة. ورح حط معلقة فلفل هريس، فيكن تختاروا الحلو أو الشطة، رشة فلفل أسود، ورح ضيف كمان صلصة طماطم. لما بعمل المحشي إلنا بالبيت بدون ما يكون عنا أي حدا معزوم بعمله ني بني، بيبقى هيك أخف وأطيب. بس لو أنا عازمة حدا عندي من برا فلازم قلي البصلة على النار مع الطماطم والصلصة والتوابل، لأنه بصراحة هي بيبقى طعمها أطيب بكتير. بعد ما كلهم خلطتهم بمحضرة الطعام رح ضيفهم بقى على الرز اللي أنا صفيته. رح ضيف زيت، الزيت على فكرة بيعطي فلفل للرز وبيخليه شكله كتير كتير حلو. رح قلبهم كلياتهم مع بعض، وبعدين الخضرة أنا فرمتهم بقدونس شبت كزبرة، وكل ما كترتوا خضرة كل ما كان طعمه أحلى بكتير. بما إنه معمول ني بني فطبيعي جدا الطماطم والبصل رح ينزلوا من ميتهم، ففيكن تحطوا الحشوة بمصفاية. قلبتهم كلياتهم بسباتيولا لحتى كل شي يندمج مع بعضه. حضرت الطنجرة، حطيت بأرضيتها قطع بصل وعيدان الخضرة اللي أنا فرمتهم. رح ضيف كمان عيدان نعناع تعطيني طعمة كتير طيبة أخضر، والنعناع الناشف رح حطه للحشوة. هلا رح بلش بحشي الفلفل، بصراحة هو بيبقى سهل وسريع وطعمه رائع جدا جدا. أنا بحشي الفلفلاية 3/4 وبسيب الربع هذا مشان الحشوة لما تنفش. هيك صار محشي الفلفل جاهز. رح حط صلصة طماطم، وطبعا صلصة الطماطم معمولة بالبيت وفيكن ترجعوا للفيديو. صلصة الطماطم هي متبلة، وضفت كمان زيت لأنه هو بيعطيني هيك لمعة للمحشي بعد ما يستوي بيبقى شكله كتير كتير حلو. هلأ بننزل بالشوربة وهي سخنة على الفلفل، وما نعبي الطنجرة من الشوربة، يعني أنا يادوب هيك بحط نص الطنجرة بس. هلا بعد ما نزلت بالشوربة على الفلفل وحطيت المقدار المناسب جدا، طبعا النار عالية تحت الطنجرة، رح غطيه واتركه على نار عالية يغلي له هيك أول 10 دقايق وبعدين بوطي عليه. نيجي بقى للممبار. رح حضر المي تبعه بطنجرة، رح ضيف فيها ورق غار، قرنفل، رشة ملح، رشة كزبرة ناشفة، وكمان رح حط معلقة صلصة هيك ممسوحة بتعطيني لون وتسكيرة حلوة. رح حطها على النار تغلي لبين ما أنا احشي الممبار. لحتى استغل الوقت قبل ما احشي الممبار قلت رح احط كيس الملوخية المجمدة لحتى تاخد وقتها وتفك لبين ما انا اكون حشيته. ضفت عليها الشوربة، ولازم ما نستعجل بإضافة الشوربة لحتى الملوخية ما تطلع مرقتها زيادة. شطفت الممبار كتير منيح وجبته لحتى بلش قصه، وطبعا الأحجام حسب الرغبة. بس انتي لو لساتك عروس جديد يعني بنصحك ما تصغريه كتير، لانه هو كمان حجمه بكش، يعني هو هيك طوله بس لما بنزله بالمي حجمه بيصغر، فما تصغري حجمه زيادة.
أنا في 2 منّن سرحت وطلع حجمٌ كتير صغير وأنا ما انتبهت، فطبعًا لمّا حطيتُن بالمي انفجروا. هلأ ضفت الممبار للمرقة تبعه ورجعت للملوخية لقيتها دابت، فبلشت بالشوكة هيك قلّبها لحتى تندمج تمامًا. رح حضّر التقلاية تبعها معلقة كبيرة هيك مليانة حلوة من السمنة، رح ضيف عليها معلقة كبيرة مليانة من التوم، رشة كزبرة ناشفة ورشة بابريكا صغيرة، ورح بلش قلّبُن وهتشموا هيك ريحة التقلاية فايحة. ننزل عليها بقى بالملوخية بعد ما التوم اتحمرت، بس ما نترك التوم ياخد لون زيادة فيصير طعمه مر. وهيك الملوخية جاهزة. الفلفل تقريبا يعني رح يستوي، وكمان الممبار بيستوي بسرعة. شوفولي منظر هالملوخية ما أحلى، عن جد اللي يشوفها يفكرها إنه هي ملوخية جاهزة مع إنه هي مجمدة. أنا بفضل الخضرا، بس بالشتا بضطر إنه أنا اشتريها اللي هي مجمدة. ريحتها ولا أحلى من هيك وطعمها كتير طيب. هلا رح جيب الوok وحط فيه معلقة كمان سمنة، ما تستغربوا يعني الأكلة هي هيك لازم تكون دسمة. طلعت طبعا الممبار بعد ما 2 منهم قرروا انه ينتحروا من كتر ما كان حجمهم كتير كتير صغير. ورح بلش قلبهم بالسمنة والزيت لحتى يتحمروا. وبتقدروا كمان تحطوهم بصينية بالفرن، تدهنوهم سمنة وتتركوهم بالفرن يتحمروا. هلأ الديك عندي استوى، رح طلعه من المرقة لحتى إلكن كيف أنا بعمله لو هو مسلوق. حتى اللحمة والدجاج لما يبقوا مسلوقين وماني حابة إنه أنا أدخلهم الفرن بتبع هاي الطريقة. هلأ الممبار صار عندي جاهز، فرح نزله بطبق خارجي. رح زينه برشة بقدونس تعطيه شكل كتير حلو، وكمان هذا الحجم كتير كان حلو يعني مناسب هيك على قد شوكة الواحد بياكله. كتير كتير طعمه طيب. طبعا عدا اللي هن تفرقعوا جوا الحلة فالرز تبعون طلع بكل مكان. على نيجي بقى للديك، معلقة سمنة أو زيت كبار رح حط عليهم رشة بهارات لحمة ورشة قرفة. ما تستغربوا من هاي التوليفة بس طعمها كتير طيب. رح انزل بالديك عليها، وخدوا بالكم انه الديك او اللحم يكون مصفى منيح من المرقة تبعه لحتى ما يطرش الزيت او السمنة عليكم. هلا بعد ما تقلوا من الجهتين رح ضيف معلقة توم هيك حلوة مهروس تعطي طعم كتير طيبة، وبعدين رح ضيف معلقة كبيرة او معلقتين حسب يعني الكمية من خل البلسمك. يعني ما رح قلكن على الروايح والطعم الكتير كتير طيب. الفلفل صار عندي جاهز، طلعته وصفيته بالصينية. رح زينه بالبقدونس، هي نفس البقدونس اللي نحنا زينا فيها الممبار، وراح انزل فيهم على السفرة. كتير يعني أكلة رائعة جدا وكتير حلوة بالعزايم، أو حابة تعمليها لأهل بيتك. طريقة كتير كتير طيبة. يوم اللي بكون طابخة فيه محشي فبحضر حشوة زيادة يتبقى عندي منها لتاني يوم، فتسهل علي من تحضير الغدا. وبنفس الوقت أنا أكون كمان أخدت هيك بريك راحة خلال اليوم، ما يكون عندي ضغط كتير فأعمل أشياء تانية ممكن أعملها. فقبل ما أحضر الغدا قررت أدخل المطبخ وأمسح الرخامة وأعمل هيك شوية تغييرات وتجديدات. أولا نظافة، وتانيا تغيير جو، هيك بيحس حاله الواحد أنه شايف شكل تاني مختلف، نظافة طبعا. فكل هذا بيفتح النفس على الشغل أكتر. عندي أزايز العطر القديمة كانوا زمان يستخدموها، فقررت جددهم ورش عليهم باللون الذهبي بعد ما نظفتهم. تركتن على جنب لحتى ينشفوا، وقلت لحتى اشرب بهالوقت مج شوربة. كنت عاملة شوربة عدس، وطبعا أنا كتير كتير بحب شوربة العدس. يعني دايما لما بعمل كمية وبحط بالبراد لحتى بأي وقت اشربها. بحب حط عليها هيك شوية فلفل هريس ورشة خل بلسمك، هيك بتيجي تتبيلتها كتير طيبة مع شوية خبز محمص ولا أحلى من هيك.
وإذا بدكن الطريقة تركتلكن إياها بصندوق الوصف، وكمان رح أتركلكن إياها بالآي فوق. هلا أنا حسيتن إنه رح ياخدوا وقت لحتى ينشفوا، فقررت حطّن عالسلُّم برّا، وكمان رح رش الستاند تبع التوابل القديم اللي عندي. كمان رشيت فتحة التهوية والتوصيلات تبع السخان، قلت هيك بيجي شكلها أحلى، والتوصيلات هي عمومًا شكلها مو عاجبني، بس يعني خطر ببالي هاي الفكرة وقلت لشوف نتيجتها إذا رح تعجبني والّا لأ. في أفكار تانية لسه يعني في بالي إنه أعملها، بس قلت إن شاء الله لحتى أجمع الشغلات اللي أنا محتاجتها، فانتوا قولولي رأيكم بالكومنتات. قلت لحالي بلبس جوانتيات لحتى أحمي إيدي من اللون، بس برضه يعني كان لابد إنه يجي على إيدي من هذا اللون. رح نضف الرخام الأسود. أفضل طريقة لتنظيفه هو المي والصابون. ما بقرب عليه أي مواد كيماوية أو قلوية أو حمضية، يعني هي أفضل طريقة فعلا تلاقوه بيلمع بيرجع جديد. سفنجة وصابون، وبعدين بمسح بالفوطة، وبعدين فوطة تالتة بنشف وبلمع فيها. شلت الستاند تبع التوابل اللي هو كان أخد مساحة عندي شوي من الرخامة، وحطيته برخامة تانية جنب الميكروويف، لأنه أنا هداك المكان ما بقدر إني أنا استخدمه، فقلت الأفضل إنه حطه هنيك واستغل هاي المساحة عندي. وبنفس الوقت أنا بستخدم هاي العلاقات لمعالق المطبخ الكبيرة، بحط كل طقم على علاقة منّن، وبصراحة شكلها أولاً حلو، وتانياً كتير بتسهل علي وما بتعملي زحمة بالأدراج. يعني بعلق عليها مثلاً عصرت الليمون، فتحت العلب. هاي الشغلات اللي هي معالق كبيرة بتقللي من الازدحام اللي ممكن يبقى عندي بالأدراج. هلا المشترك حطيته فوق، وبعدين حسيت انه هو مو ظابط معي فوق، فقررت انه نزله لتحت. بس بالاخر تاني يوم رجعت وعلقته فوق، لاني انا بصراحة بقلق كنت تقع كاسة مي على رخامة فتيجيله، فقلت هيك افضل. وكان عندي هذا العرق قديم كتير، فخطيت فيه الحنفيات وبس. انا هيك يعني خلصت رخامة، صار المكان نظيف، فرح بلش اني حضر الغدا. جبت الحشوة، وعندي ورق كرنب أنا سالقته قبل بيوم ومحضرته. رح بلش لفه، وبصراحة لفه بيجي كتير كتير سهل وما بياخد وقت أبدا، وأنا بلفه على إيدي بهاي الطريقة. والعروق هي ما بتنرمي، بتتسقط ببطرمان المخلل تبع القرنبيط، بيجي كتير كتير طيب. بس نصيحة مني، بما انه هي اخذة سلقة على النار، انه بعد ما تتخلل وطعمها يزبط تحطوها بالبراد، يعني ما تتركوها برا البراد، بيضل طعمها أحلى بكتير، لأنه هي مختلفة عن اللي بتبقى نية. على المحشي بعد ما زبطته بالطنجرة، بحب دايما هيك حطله رشة فلفل أسود تعطيني نكهة طيبة، وكمان رح حط رشة ملح، رشة عسل خفيفة رح تعطيه هيك لذاذة لا توصف. قررت اليوم ما أسلق لا دجاج ولا أي شي، فرح أعملها بصدور الدجاج. كل صدر قسمته لنصين، ورح حطه فوق حلة المحشي رشة ملح، رشة توم باودر، رشة بصل باودر، رشة بابريكا، ويعني هتلاقوه طعمه كتير كتير طيب. طبعا رشة فلفل أسود هي أساسي يعني. وراح حطله معلقة سمنة بلدي. السمن البلدي بيعطي نكهة كتير كتير طيبة، وخاصة انه الأكلة مالها دسمة كتير، وانا عاملة الحشوة ني بني. وكان باقي عندي شوية شوربة من الديك اللي هي
كنت سلقته قبل بيوم فزودت شوية مي لحتى تكفيني إني أعمل هاي الطنجرة. بحط الشوربة للكرنب لحد الصف اللي هو قبل الأخير، يعني آخر صف هذا اللي فوق لازم يبقى شايفته، هيك بتطلع مفلفلة ومن أحلى ما يكون. طبعا خلصت لازم امسح الرخامة ولمعها. وعندي بروكلي فقلت رح أعمل شوربة بروكلي جنب المحشي حتى تبقى أكلة شتوية بجدارة. فرح بلش قطعه وباخد الروس الصغيرة. شوربة البروكلي كتير طيبة مغذية صحية، فأنا دايما طول الشتا بعملها والعيلة عندي كتير كتير بتحبها. وكل ما اجتني فرصة انه اعملها بطريقة او بإضافة جديدة ما بقصر ابدا. هي كيف ما انا عملت شوربة البروكلي كتير كتير طيبة. بعد ما قطعته وخلصت لازم اغسله تحت الحنفية ويبقى فيه بولة عميقة تحته لحتى اتأكد انه هو نضف تماما. قلت لهيك اخد نظرة على المحشي وطيت عليه وغسلت البروكلي. نيجي بقى لحتى نحضر الشوربة تبعه. بطنجرة على النار حطيت معلقة من السمنة البلدي. وعلى فكرة ما تقلقوا من السمن البلدي، طبعا هو بقدر هو شي طبيعي ربنا خلقه فما فيه أي قلق، بالعكس هو دهون مشبعة وبتحسسكن هيك بالشبع ومفيدة لجسمكن، بس كمان ما تبالغوا بأكلها. هلا رح أقلب كتير منيح البروكلي، رح أحطله رشة بصل بودر رشة توم بودر وكمان رح أحطله رشة بابريكا صغيرة، يعني ما رح كتر هيك إضافات صغيرة. رح أحط زنجبيل وراح قليه على النار، طبعا النار عالية. بعد ما قليته كتير منيح ولونه اتغير رح انزل عليه بالشوربة السخنة. وطبعا انا كنت شوربة الديك ضايفتلها بصل كتير وجزر، فرح استغله واضيفه كمان جوا الشوربة. شوربة كتير كتير تحضيرها سهل ويعني ولا اسهل من هيك. وطبعا إذا حابين تعرفوا طريقة حفظ البروكلي الصحيحة والآمنة فيكن تلاقوه بصندوق الوصف أو ممكن أترك لكم إياه بالآي فوق. رح دوق الشوربة إذا محتاجة أي ملح أو أي إضافات تانية رح غطيها وأطفي عليها، خلص هي جاهزة. والمحشي كمان استوى وكتير بحب أنا دوقه من الطنجرة هيك، ما بعرف ليه عندي هذا الإحساس. وبس هيك هذا كان فلوج اليوم، بتمنى يكون عجبكم وهي تجربة جديدة لإلي إني أنا أعملكم فلوج من المطبخ. بتمنى يكون عجبكم وما تنسونا من اللايك والشير وبشوفكن على خير والسلام.